كوكا تزوجت من مخرج شهير وطلبت منه طلب غريب ووصلت للعالمية وما هو سبب وفاتها. ولدت كوكا عام 1917 بالقاهرة لأب سوداني وأم مصرية، واسمها الحقيقي نجية إبراهيم بلال. بدأت كوكا مسيرتها الفنية عام 1935 في فيلم بواب العمارة مع علي الكسار، وفي عام 1937 كانت بطلة في فيلم أمريكي بعنوان تاجر الملح. ولكن أشهر أعمالها على الإطلاق كان فيلم عنتر بن شداد عام 1961 في دور عبلة. أما آخر أفلامها كان فيلم أنكل زيزو حبيبي عام 1977. تزوجت كوكا من المخرج الشهير نيازي مصطفى بعد قصة حب قوية، واستمر زواجهم لسنوات طويلة ولكنها لم تنجب منه، فطلبت من زوجها أن يتزوج بأخرى حتى ينجب، واختارت له الممثلة نعمة مختار، ولكنه لم ينجب منها أيضا، وتم الطلاق بين نيازي مصطفى ونعمة مختار بعد شهور قليلة. توفيت كوكا عام 1979 بعد صراع